السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة من حواديت كاسبر. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنوتة اسمها فاطمة، كانت لطيفة وكل الناس بيحبوها. كانت بتساعد اخواتها ومامتها في البيت لما بيحتاجوها. فاطمة كانت بتحب تروح المدرسة عشان تشوف صحباتها وبتقعد تذاكر معاهم، وكانت متفوقة وشاطرة في مذاكرتها. وفي يوم فاطمة كان عندها رحلة في المدرسة بتاعتها، وراحت البيت عشان تطلب من باباها ومامتها انها تروح الرحلة، لكن ماما قالت لها انها هتكون في نفس الوقت ده عند جدتها، علشان كده للأسف مش هينفع تروح الرحلة مع مدرستها. فاطمة كانت زعلانة عشان كان نفسها تروح وكانت متحمسة، لكنها سمعت كلام ماما زي عادتها مع انها كانت متضايقة. تاني يوم لما راحت المدرسة صحباتها عرفوا انها مش هتكون معاهم، زعلوا ولكنهم قالوا لها تكلم ماما وبابا تاني وتحاول مرة تانية معاهم. وفي بنوتة قالت لها لو بابا وماما رفضوا ممكن تزعل منهم، لما يلاقوها زعلانة هيوافقوا انها تروح الرحلة وهيغيروا رأيهم. للأسف فاطمة اقتنعت بكلام صاحبتها وراحت تكلم مامتها. لما ماما رفضت لنفس السبب فاطمة زعلت وخصمتها. قعدت كذا يوم يدوب بتاكل وبعدها تدخل على طول أوضتها، ما بقتش تقعد مع ماما وبابا ولا حتى بتلعب مع اخواتها. بابا وماما لاحظوا تصرفات فاطمة وقرر باباها يتكلم معاها. راح الأوضة وقال لها إنه ملاحظ التغيير وإنه عاوز يسمعها. بدأت فاطمة تعبر عن زعلها عشان بابا وماما رفضوا طلبها، وإنها متضايقة عشان لما اتحايلت عليهم ما كانوش مهتمين بزعلها. لكن بابا قال لها إن كلامها مش صح ولا تصرفها كان مظبوط أبدا، لأن هي لازم تراعي ظروف العيلة وما تهتمش بنفسها بس دايما. وقال لها كمان إنها ما ينفعش تخاصم عيلتها تحت أي ظرف أبدا، وإن الضغط عن طريق الزعل هيأثر على علاقتهم جدا. فاطمة حست بالذنب على تصرفها وفهمت كلام باباها، واتفقوا سوا إن هي لازم تفكر دايما قبل ما تسمع كلام صحباتها، لأن مش شرط كل صاحبة تكون بتنصحها نصيحة مفيدة، وممكن تكون طريقة تفكيرها وتصرفاتها مختلفة كتير عنها. فاطمة اقتنعت بكلام باباها واتأسفت عن تصرفها معاهم، ووعدته إنها تفكر قبل ما تاخد أي قرار ممكن يضايقهم أو يأذيهم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.